استعادة استقلال الريف هو استرجاع لحق شرعي وليس مطلبا جديدا. هذه نقطة مهمة جدا. داروا اليوم سموه يوم الريف زكارة في المروك، ومتيقين على مخر بالوراق، ودوزوا هادشي في الاخبار الرسميه. انا غنوريكم دابا الوزراء والبرلمانيين والاحزاب السياسيه والصحفيين وبديل الاخبار الرئيسيه بهذا الخبر هذا. قال لك يوم وطني، يوم الريف. قريت هذا الصباح قصاصات اخبار تتصدر عناوين صحف الجيران عن جمهورية الريف نحو استرجاع الاستقلال، وهو ما نعتبره مرة أخرى ضربا آخر من الحماقات التي تطل علينا من يوم لآخر من الجوار. ما داروا هذوك اللي قاعدين عندهم 50 عام ديروها نتوما، تحطوا الملف عند الأمم المتحدة، غتحطوا خلع شتكم اللي غتحطوه. إذا الإخوان بعد ما الكبرانات فشلوا في قضية ديال الملف الصحراء دبلوماسيا، وشفنا الاعترافات ديال دول العالم واحدة تلو الأخرى، أمريكا، فرنسا إلى آخره، اتجهوا دابا للريف. إنه دابا اللي يجمع شي 4 ولا شي 10 ديال الناس غيمشي فين؟ غيمشي للجزائر باش يعلن على الاستقلال ديالو. فبيان سور المغاربه كياخذوا هاد الامور بسخريه شويه، بالطنز ديالنا. غادي نشوفوا فيديو ديال اليوم اللي كيستعرض ردود افعال المضحكه ديال المغاربه على هاد لافير هادي. وهاد لافير ماشي جديده، راه كنا طرقنا ليها تقريبا هادي عام. كانوا استضافوا بعض الانفصاليين اللي كيدعيوا انهم من الريف، وحاشا انهم يكونوا من الريف، لانه الريف جزء لا يتجزا من المغرب بحال الصحراء المغربيه، وفقط هذا الشيء كيبقى غير تضييع ديال الوقت وحنا محرشين به. يا اخوان طولش عليكم، ولكن قبل ما نبداو الفيديو فطلب خاص لكم لايك للفيديو وشاركوا في القناه، خلونا ارائكم في التعليق، ويلا بدينا. استعادة استقلال الريف هو استرجاع لحق شرعي وليس مطلبا جديدا. هذه نقطة مهمة جدا. أو محاولة انفصالية. أبناء الريف ما بغوش الانفصال. هذا الحق سلب بالقوة، والشعب الريفي لم يتوقف يوما عن المطالبة به، سواء عبر المقاومة المسلحة في الماضي أو عبر النضال السلمي في الحاضر. أيها الحضور الكريم، أعلم أن الكثير من الإخوة قد يظنون أن الريف يسعى إلى الانفصال عن المغرب، وأريد أن أوضح أن هذا الاعتقاد غير صحيح. فالانفصال يعني أننا كنا يوما جزءا من هذا الكيان الوظيفي الذي يسمى المغرب. الجزائر داروا اليوم سموه يوم الريف زكارة في المروك، ومتيقين على مخر بالوراق، ودوزوا هادشي في الاخبار الرسميه. انا غنوريكم دابا الوزراء والبرلمانيين والاحزاب السياسيه والصحفيين وبديل الاخبار الرئيسيه بهذا الخبر هذا. قال لك يوم وطني، يوم الريف. ما صدقتش لافير ديال الصحراء المغربيه تشد لهم في الريف المغربي. مع سميها كي بغيتي، عالم اخر، الجزائر عالم جديد بولادكم. صمت معايا. جمهورية الريف وحق استعادة الاستقلال انطلقت اليوم بالعاصمة الدورة الأولى ليوم الريف، وممثلين عن جمهورية الصحراء الغربية وأحزاب سياسية من الجزائر ونواب برلمانيين. وفي كلمة له أشاد عضو الحزب الوطني الريفي يوبا الغديوي بالمواقف والمبادئ الثابتة للجزائر التي كانت ولا تزال معقلا للثوار، معربا عن إرادة الحزب الوطني الريفي في استرجاع الحق الشرعي للشعب الريفي التي سلبت بالقوة من قبل النظام المغربي. الصراحة وهادشي راه شويه من بزاف باش سالا معايا. هو في الاخر قال لهم الريف ما باغيش الانفصال. صمت. أبناء الريف ما بغوش الانفصال. والمهابيل تيصفقوا
مهابيل داير ليه يوم الريف وتيصفقوا لما قال لهم ما باغيش الانفصال. مهابيل الجزائر عالم جديد يناديكم. معهم في الجوار. قريت هذا الصباح قصاصات أخبار تتصدر عناوين صحف الجيران عن جمهورية الريف نحو استرجاع الاستقلال، وهو ما نعتبره مرة أخرى ضربا آخر من الحماقات التي تطل علينا من يوم لآخر من الجوار. الحقيقة ما غيبقى لا ليا لا لكم باش نعلقوا على هذا الحماق سوى اننا نهزو يدينا وهزو يديكم، الله يرضي عليكم بصح ماشي الكذب. شوف غادي يهزو يدينا، ندعيو لاخواننا بالثواب، نقولوا اللهم امين. اللهم اهديهم، اللهم قوم طريقهم للصواب، اللهم طهر قلوبهم من الحقد على اشقائهم وجيرانهم، اللهم قوي ايمانهم في استحضار امانه الجوار. قولوا امين. اللهم يسر امورهم خدمه للجوار، وارفع العمى عن بصيرتهم، يفقه قولهم، وهب لهم حب اشقائهم. قولوا امين. شكرا لكم. تحت الله دابا 50 عام وهي البوليزاريو عند الكراغله ما زطوا والو. جيتو نتوما تتهضروا باسم الريافه، ها جيتو تهضروا باسم جوج ميكروات اللي عطاوكم، بعتو راسكم رخاص. جوج ميكروات تا بيضات العام فايت عندهم، والكراغله فرحانين جابوا الميكروات داروها باي وسائل. هاهما سالاو مع كما تنقولوا بوليزاريو مشات راني هي الحراك. لا قال لكم بغاو اسقاط النظام، ماشي بغاو زعما هما ماشي منفصلين، هما ماشي انفصاليين، هما بغاو اسقاط النظام. اييه جوج ميكروات، واحد طبيله، واربعه من الموزمبيق، واربعه من واحد من فين، ودايرين فيها 50 عام بوليزاريو. هي حاطه الملف في الامم المتحده ودارت والو، قلنا لها باي باي. بقيتو نتوما يا وجه النحس، نتوما بغيتو زعما تحرروا، بغيتو ديروا الاستقلال واسقاط النظام والله الا كيضحكوني صافي. واش الجزائر لقات ما توكل هذاك الشعب؟ لقات ما توكلوا لقات ما توكلوا كرا عطي تقاريطات بما كاين. بقيتو لهم هانتوما ياك ما طمعوكم بشويه د الفلوس. ايوا ماشي مشكل. ايوا لا حول ولا قوة الا بالله. فرحانين تيقولوا حنا بغينا نديرو نفعلو نتركو. شنو غادي ديرو؟ قلت والله غادي تقص الارض. كما داروا هذوك اللي قاعدين عندهم 50 عام ديروها نتوما. تحطوا الملف عند الامم المتحده، غتحطوا خلع شتكم اللي غتحطوا. وغادي يقتبس صراحة ما قال الوزير أوزين، فصراحة الله يهدي الجيران ديالنا علينا، لأنه ماشي جورة هادي، وماشي من شي من الرجال أنك تستغل هاد يعني بعض المغرر بهم وتجيبهم لعندك دائما باش تخلق مشاكل وزعزعات في الداخل المغربي، اللي انت عارف انك في الاول والاخر ما غادي تصور والو دبلوماسيا سياسيا بجميع الاحوال، يعني فقط باش دير بلبله وفاق. خلونا اراكم الاخوه في التعليق، ما تنساوش لايك للفيديو وشاركوا في القناه وفعل الجرس باش يوصلك اخر جديد ديالنا، ونتلاقاو في فيديو جديد. يلا سلام.